صباح الخير، شلونكم؟ تعالوا وياي بيوم روتين جديد. وهنا راح نسوي ريوق. هنا استعمل الزبدة الحيوانية، دا أحاول أرجع نفسي على الكيتو. هنا خلي زبدة حيوانية، بس على أكثر راح أرجع أشتري الكوكينات أويل، لأن حسب ما أعرف الكوكينات أويل أكثر صحي من الزيوت، من الدهون، من كل شيء. هنا أنا خليت 3 بيض خفقتهم، وطبعا راح أتريق بيض مخفوق ويا قهوة بدون خبز، لا أسمر ولا خبز أبيض. هنا أنا أستعمل ألموند ميلك، حليب اللوز العفو، وهاي هي القهوة. وهنا أنا خليت بس قطعة واحدة من الكريمة الغير محلاة، تقدرون تستغنون عنها أنه بس تضيفون حليب اللوز. وضفت شوية ملح، فلفل أسود. وهنا صار فطوري جاهز، وعدنا العصفورة تحب تاكل ويانا من نقعد حتى ناكل، فننطيلها قطعة من الخبز وهي تظل تاكل بيها. هنا أنا فتحت الباب، لقيت أكو ورقة بالباب، جايين اللي يسوون الانترنت وحاطين ورقة بأنه إجوا وصلحوا الانترنت من برا. فوتت الملابس المنشر لي جوا، وقلت خل أخذكم وياي نروح نشوف شنو عندنا بالميل باكس بالبريد. فهاي هي دخلت المجمع اللي أني ساكنة بيه، فقلت أخذكم وياي شنو رأيكم. شوية مكان البريد بعيد عن الشقة، بس بيها رياضة اكسرسايز. هنا المسبح صاير، والباكسات مال البريد صايرة كلها هنا مال الشقق كلها، وكل شخص ياخذ البريد حسب رقم الشقة اللي ساكن بيها. وهنا رجعت أغسل المواعين مال الصبح مال الريوق. ما أعرف لأنه ذاك اليوم انتبهت أنه أقول أغسل مو أغسل المواعين، فهنا أنا راح أغسل المواعين مال الريوق. لا تقولي ليش تخلين الفيديو أنه دا تغسلين مواعين، أني هاي غسلة المواعين النهار كله بس أغسل بالمواعين. فحتى من أروح يم ناس وأني معزومة أقوم ولو هم يمنعون أنه لا تقومين وما يصير وإحنا نغسلها بعدين، فأني لا أحب أنه أغسل المواعين أو أسوي كم شغلة قبل ما أطلع من الناس اللي أني رايحة يمهم. فخليكم وياي بين ما أغسل المواعين. طبعا صار فترة جو برد يمنا بسان دياغو، فلبست شتوي. وهنا أني أخلي المواعين ورا ما أغسلها بالغسالة مال المواعين الديش واشر، لأن بصراحة ما عندي مكان أخلي سلة حتى أخلي بيها المواعين ورا ما أغسلها، فدا أستعمل الغسالة مال المواعين من أخلص أغسلها أخليها هناك بدال السلة. وورا كل فترة تقريبا أشغلها مرة حتى لا يبقى بيها مي ويصير بيها ريحة، فأغسل بيها مثلا مرة بالشهر المواعين حتى هي هم تنظف وهم تطلع المي اللي يصير بيها من المواعين اللي أغسلها وأخليها هناك. طبعا كلش أحب المواعين اللي يصير لونها أبيض، دائما أحب أستعمل هالمواعين البيضة، يعني من أروح أشتري أدور وين ما أكو مواعين بيضة فرفوري أبيض بدون نقشة بدون أي شيء. وحاليا
دا أريد أجمع لي كم قطعة خشب، يعني شغلات خشب تكون يعني من واحد يكون عنده عزيمة أو شي، أحب أستعمل القطعة الخشب، أحسها حلوة، أو يعني بالتزيين تنطي كلش يعني منظر حلو. أني بالماركات يعني ما عندي هواية وهس أنه أشتري شغلة ماركة، وخاصة المواعين، يعني حتى تكرمون الملابس، الأحذية، الشنط، يعني قليل ما عندي شيء اسمه ماركة. رياح تعجبني، رياح تكون أصلية أي، بس مال أشتري شغلات ماركة مو أني مو ضد هذا الشيء، بس إنه ما أحب أخلي فلوسي على أشياء تكون ماركة. هواية ناس يحبون ياخذون مواعين ماركة، هدوم ماركة. عندي أولادي الأولاد ياخذون ماركة، تكرمون من الأحذية، من التيشيرتات، من الملابس. أني لا، أني يعني أروح أشوف شنطة بالسوق عجبتني خلاص أخذ هاي الشنطة، هذا الحذاء، هذا القميص، هذا البنطلون، المهم هو عجبني، ما يهمني إنه يكون هو ماركة أو لا. فهذا رأيي. أنتوا شو تقولون بنات؟ شنو رأيكم بالماركة؟ هسه الدارجة الكل ياخذ ماركة وأشياء غالية. صح مرات تكون الماركة يعني مو الماركة، تكون شغلات أصلية إنه ما تخرب بسرعة، أو أجهزة كهربائية مرات أخذها لين يكون اسمها عربي إنه كل زين. أنا حضرت مواد للسلطة وغسلتها، وعندي هذا الكيس أجمع بيه الأكل الزايد اللي يصير عندي، أجمعه لين قرايبي عندهم دجاج، فكل يومين للثالث أدزلهم كيس من الخضرة، من الرز، من التمن، من الخبز، من أي شيء يبقى عندي أجمعه بكيس كل يومين والثالث أنطيلهم إياه. وإحنا بالمجمع همينا عندنا حاوية لهاي الشغلات، بس أنا لين قرايبي عندهم دجاج وما أحب أذب الأكل اللي يبقى، ففرصة إلي أنه أني أنطيلهم الأكل الزايد للدجاج. هنا أنا عندي لحم، دا أريد أثرم لحم أسوي بيه سمبوسات، راح أشارككم طريقة السمبوسات. عندي فيديو قبل بالسمبوسات اللحم، بس اليوم راح أسوي لكم الحشوة، وإن شاء الله بالفيديو القادم راح أشوف لكم شلون سويت هذه السمبوسات. فخليكم يا راح أثرم اللحم. طبعا هنا أنا بديت أثرم اللحم، وبعدين انتبهت إنه الصافوي اللي دا يطلع من عندها اللحم كلش صغيرة، فثرمت وبعدين رجعت غيرت الصافوية مال الثرامة لأن أريده يكون شوية أخشن. انتوا شوفوا الكمية اللي ثرمتها إلى أن حسيت إنه صغيرة، دا يطلع اللحم كلش ناعم. وهنا أنا بدلت الصافوية مال الثرامة ورجعت أكمل ثرم اللحم. هنا أنا خلصت ثرم اللحم، هاي الكمية اللي كان عندي إياها، وراح أنظف الماكينة، أنظفها بوقتها لأن ما أريدها تتزنجر أو يصير بيها أي شيء أو تضيع قطعة من عندها، بس تضيع قطعة من عندها خلص بعد لازم واحد يذبها للماكينة. فهنا أنا خلصت وراح أنظفها أمسحها، ما تحتاج شيء. طبعا أنا من النوع اللي يشتري العلبة الكبيرة من كل شيء، من القاصر، من الزاهي، من معطر الأرضيات، من كل شيء. هاي الشغلات أشتريها علب كبيرة، أخذها من كاسكو وأخليها علب صغيرة قدام إيدي حتى أقدر أستعملها. يعني هذا الزاهي المواعين أخذ هاي العلبة الكبيرة، ومشترية قبل علبة صغيرة، بأول ما خلصت خلص أبدي أخلي أعبيها من العلبة الكبيرة. وهم راح أغسل مواعين، شوفوا راح أغسل لغراض الماكينة الثرامة اللحم. بنات مثل ما عرفتوا أنه أنا غيرت ولاية ورجعت على نفس الولاية اللي كنت عايشة بيها قبل، فياريت تحكولي شنو
الشغلات اللي انتم مريتوا بيها وانتم بالغربة، يعني شنو الظروف اللي واجهتكم وتعبتكم وانتم بالغربة. يعني صح هي الغربة يعني كلش صعبة، خاصة إذا واحد أهله كلش بعيدين عنه. فشاركوني آراءكم، شاركوني شنو هي الصعوبات، شلون تجاوزتوا الوضع، شنو سويتوا. طبعا أحلى وقت عندي إنه أسوي شغل البيت هو يكون الصبح، لأن ماكو أحد يمي بالبيت غير أني والعصافير اللي عندي. أولادي اثنين من عندهم بالمدرسة، واحد من عندهم بالشغل، أبوهم بالشغل، فأخذ راحتي بشغل البيت. هنا أنا عندي كرفس همينة، سويته قبل بيوم. أخذ كمية وبقيها لمدة أسبوع أو 4-5 أيام إلى أن تخلص. أخلي عليها ملح، أنقعها، وورا ما أغسلها أنشفها وبقيها بالثلاجة. هنا أنا راح أسوي الحشوة مال السمبوسات. فهنا أنا قطعت 3 أو 4 بصل كلش كافي، لأن ما أريد كمية هواية. هنا أنا دا أشوف لكم أصبعي لأن جرحته. طبعا كل ما أسوي أي شغلة هذا الأصبع مجروح، يعني ماكو، لازم مضروب بالسكينة. هنا أنا ضفت زيت وخليت البصل، وراح أضيف اللحم على البصل بكميات. كل ما أشوف اللحم تغير لونه أرد أضيف كمية بعد. كل ما يتغير لون اللحم اللي أنا خليته قبل أرد أخليه كمية بعد إلى أن تخلص كمية اللحم كلها. هنا أنا تشيكت البصل إنه البصل كلش كافي لهاي كمية اللحم. 3 بصل خليت لهاي الكمية، ما أريد هيك تكون كمية اللحم البصل بارزة بالحشوة. هنا أنا خليت الكمية كلها بس يذوب شوية اللحم. بين ما يذبل أخلي عليه 7 بهارات وملح وبس. هنا أنا تقريبا خلصت حشوة السمبوسات وتقريبا استوى اللحم. هنا أنا عندي دجاج، هذا الدجاج مسحب، سويت من عنده لفات صاج. الابن الكبير أخذ وياه للشغل الأصدقاء اللي وياه، فاللي بقى راح أسويه إلنا للغدا. هاي اللفات همينة مال الصاج وقبل مسويتها وعندي فيديو بيها. أخلي بيها مايونيز. استعملت هذا الخبز حسب الخبز الصاج اللي موجود. احنا عندنا هاي التورتيات كلش تشبه خبز الصاج، فراح استعمل هاي القطع مال التورتية، خليها عليها مايونيز الكمية اللي انتو تحبوها. احنا نحب المايونيز يكون شوية بارز الطعم مالته بهاي اللفات. فأخلي مايونيز. حطيت هذا الدجاج وشوية طماطة وضفت شوية خس وبس. وهسه راح ألفها بهاي الطريقة. وهنا أنا خلصت عندي قطع التورتية، طلعت 8 قطع لأن كان عندي بس كيس واحد. وهنا أنا بنتي أصرت إنه تروح لهذا المحل اللي بيعون بيه الحيوانات، الطيور، البزازين، السلاحف، الضفادع، العناكب. وهمينا أخذنا لأن اشترينا أكل للطيور مالتنا. فهنا أنا أبقى وياي بهاي الجولة. هاي الطيور طبعا أسعارها صايرة كلش خيالية. هاي الطيور هنا أنا الأكل أني أخذت هاي النوعية من الأكل للطيور مالتنا. طبعا كل أنواع الألعاب، كل أنواع الأكل، أي نوع طيور، أي نوع حيوانات، كل شي متوفر، حتى أكل للدجاج. وهنا هاي طيور الحب الباجيز. هنا صحت بنتي حتى تجي تشوفهم. ما شاء الله كلش هواية. منزلين من سعرها تقريبا $10. كانت العصفورة الوحدة ب50، هسه مسويها على 40. هنا أنا هذا ما أعرف إذا أرنب، بدي أسأل بنتي شنو هذا لأن مدى يبين. هنا أنا عبالي هذا هامستر، طلع همينه مو هامستر. عندهم هواية أنواع من الحيوانات الأليفة اللي واحد يقدر يربيها للبيت، بس أكيد مو هذولا الفيران البيض. هاي للتجارب، أنصحكم اللي يحب يسوي تجارب يجرب هاي الفيران. هنا أنا أكل حية
هاي الحية ذكرتني مرة واحدة كانت ويا بالكولج، فقالت قلت لها ليش تأخرتي؟ قالت والله الحية مال جيراننا دافعة السي مال الشباك وطالعة من الشباك ونازلة على المجمع والكل خايف، ولهذا تأخرت إلى أن إجتي للدوام. هنا هاي السحلية. هنا هذا أبو البريز دا أقول لها بنتي كنا بالعراق هذا نكتله، ولا كنا نبقي هذا الأبو البريز. وهاي مجموعة من الحيوانات. هذا أتصور سبايدر، عنكبوت. اي هذا عنكبوت ومسوي الشبكة، محضر نفسه هذا. شوفوا الألوان مال العناكب، وكل عنكبوت إلى اسم خاص، يعني احنا نقول عنكبوت وخلص، بس هي عندها أسماء خاصة. هذا هم عنكبوت، الظاهر إنه نايم ناسي يسوي له شبكة. وهنا السلحفاية دا أقول لها بنتي شوفي نخلي لها خس وخلي لها طماطة حتى تاكل. وهنا رجعت شفت أبوهم راجع للبيت، وهسه راح أسوي هاي اللفات مال الصاج. أنا أخلي قطعة ورق زبدة، وأخلي فشي ثقيل، أي شي عندكم ثقيل خلوه فوقها حتى تستوي. وبهاي الطريقة خلص راح أديرها على الصفايح همينة حتى أريدها تستوي همينة تبين مثل المحمصة. شوفوا شلون صار شكلها. ويا رب تكونون حبيتوا الفيديو لليوم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك، وشكرا لكم جميعا، ومع ألف سلامة.